السلام عليكم حبايب، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بصحة وعافية. وانتو تشوفون فيديو اليوم الفيديو من بعد انقطاع 3 أشهر ونص. صار لي 3 أشهر ونص منقطع عن الفيديو. اقصد اليوتيوب. طبعا الاسباب شخصية واسباب بعدين اقول لكم بيها. انتظروا نهاية الفيديو راح احكي لكم السبب الرئيسي من انقطاعي عن اليوتيوب كل هاي المدة. شلونكم حبايب؟ ان شاء الله الكل بصحة والف عافية. ابدي الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا كلش مشتاقة لكم وما أعرف منين أبدي وشلون أحكي. بس كلش فراغ كان عندي. لأنه متعودة كنت أتواصل وياكم من خلال الفيديوهات، فأحس يومي بينقص، روتيني بينقص، وهواي شغلات فاتتني وهواي شغلات حبيت أشاركها وياكم. بس شو تسوي؟ إن شاء الله الجاي والقادم أفضل، وأشارككم تفاصيل هواي حلوة تفيدكم وتنفعكم إن شاء الله. طبعا هذا الفيديو مجرد ما حبيت أسلم بيه عليكم، و طبعا هو تجميع فيديوهات من الفيديوهات السابقة اللي عندي، اللي أنا مصورت لقطات وجمعتها وسويتها فيديو. بس أنا قلت لكم حبيت أسلم عليكم، والحمد لله والشكر قدرت أرجع لليوتيوب. طبعا هنا كان عندنا توزيعات ثوابات، فسوينا التمر ويا الزبد والهيل وخليناه ويا الخبز ولفيناه ووزعناه. وهنا هذا همينا ثواب مال بنت عمي، سوته بالحلاوة شوكليتية، خليناه بهذه الأكواب مال البسكت. هذا بسكت مثل بسكت الموطة، نفس الشي يعني، بس بهيجي شكل يكون. كلش فكرة حلوة وكلش لطيفة وشكلها كلش مرتب وحلو، ويعني ما تاخذ مكان، وطعمها كلش طيب يكون. وموجود عند البيجات، متوفر كلش هواية، تقدرون تطلبوه من أي بيج أهل المطيبات، وتقدرون تشتروه من المحلات اللي يبيعون تجهيزات مال مناسبات وهيك شي، يعني المطيبات. فحبايب هنا كنت أزينها باللوز، كلش فكرة حلوة، اعتمدوها بمناسباتكم أو بتوزيعاتكم، كلش فكرة حلوة. زين حبايب، فاليوم أسولف لكم شنو سبب الانقطاع. السبب الرئيسي هو كان عندي مشكلة بالحساب مالتي مال اليوتيوب، وانقطعت عنه إجبار لمدة 3 أشهر ونص، وهسه يلا عدلته وسويته والحمد لله قدرت أرجع. والسبب الثاني كان يعني سبب عائلي هو، فما قدرت كل هاي المدة أتواصل بيه وياكم. بس هو كان السبب الرئيسي هو مشكلة باليوتيوب. بس بصراحة حيل اشتاقت لكم، وحيل كان يعني فد فراغ عندي، وبداخلي أحس تأنيب ضمير، أقول هسه أخاف متابعيني يعني يشوفوني عبالهم اعتزلت اليوتيوب ولا أقدر أنزل أي شيء. المهم والحمد لله والشكر قدرت أرجع لليوتيوب، فأنتوا همين شجعوني، وإن شاء الله نرجع بقوة. وعلى الأيام القادمة إن شاء الله أنزل فيديوهات تنفعكم وتفيدكم. مثل ما قلت لكم هذا الفيديو يعني لا تحسبوا فيديو هيك مجرد ما بس حبيت أطل عليكم وأسلم عليكم وأمسيكم بالخير. هنا حبايب هاي الحلاوة الشوكليتية أنا منزلة طريقتها باليوتيوب، وما يقارب جابت لي 1,000,000 مشاهدة، لأن طريقتها كلش سهلة وكلش طيبة وأبدا ما تفشل أتحدى يعني. وهنا أنا سويت الكليتشة. طبعا هنا أنا ما عندي كان أي مناسبة، بس مجرد ما حبوا ياكلون كليتشة وسويت لهم بالجوز وبالتمر وبالمبروش. طبعا أزيد شي هذني الثلاثة يحبوهن، ومرات أحط حلقهم مرات يعني. ودائما شكل الجوز أسويه بهذا شكل الضفيرة على مود يعني أميزه، لأن الجهال عندي ما ياكلون الجوز حتى ما يخربوا لي الباقي. وشوفوا لي هنا شكل الكيكة، كان عيد ميلاد بنت أختي وسويت لها إياه على السريع، يعني حرفيا على السريع. تزيينها ما طول بإيدي 10 دقائق، يعني 10 دقائق هواية. تخيلوا بدون أي صقل، صقلتها بالخاشوقة، تتخيلون يعني بالخاشوقة سويتها. يعني حاولت أنزل أصور لكم، بس حيل كنت مستعجلة. إن شاء الله أعوضكم إذا تحبون طريقة الكيك، ويعني
مهتمين لهالموضوع عادي أنزل لكم الأسرار مالتها، مال الكريمة، شلون تطلع عندك ثخينة، شلون تلونين الكريمة بدون ما تبقع عندك، شلون من تسقلين ما تطلع عندك فقاعات. يعني هواي بيها، هي أسرار بسيطة بس كلش مهمة للي يحبون الكيك. طبعا هنا أنا سويت لها كلش سريع، حشيتها طبقتين، طبقة نوتيلا وجوز وطبقة توفي، وبهيجي تزيين بسيط. طبعا ذني كلهن جاهزات، مجرد ما رتبتهن عليه وسويتها وبهيجي شكل طلعت. طبعا كلش فرحت وكيفت، و يعني حبيت أفرحها بشي بسيط. أنا كلش أحب أشتغل الكيك ومن عشاق الكيك، بس ما أبيع بنات، أنا ما أبيع، فقط أسوي يعني إنه. وهنا كان غدانا بامية، وطبعا اللي كنت مفرزتها من مدة. واللي هنا حبايب أقول لكم وصلت لنهاية الفيديو. أتمنى لا تنسوني بلايك واشتراك، وتشجعوني بتعليق من عندكم حلو مثلكم، وألتقيكم على الفيديوهات القادمة على ألف خير إن شاء الله. أحبكم، ومع ألف سلامة.